مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل النهاردة فلافل او طعمية بطريقة حلوة، ده بالحمص مش بالفول المدشوش. وانا مش هحطها في طبق، هحطها في المصفى عشان تكون مقرمشة زي ما شايفة كده، مقرمشة وطلعت خرافة. مهم اتبعي معايا وما تجريش الفيديو لغاية لما نشوف الطريقة. انا معايا كيلو حمص ونجحته من امبارح بالليل، ده تاني يوم الصبح. وانا هستعمل الفرامة، لو ما عندكيش فرامة استعمل الكبة يا ستي، مش مشكلة. معايا كده بصلاية متوسطة الحجم، و5 فصاص توم، ومعايا كزبرة، حزمة كزبرة، ومعايا كرات. تمام، هلخبطه كله مع بعض كده. وبعد كده هحط شوية شوية في الفرامة. انا هستعمل المفرمة، وزي ما قلت لك ممكن تستعمليها في الكبة. انا قبل كده عملتها في الكبة، بس يعني قلت اعمل المرة دي بالمفرمة. هلخبط كده مع بعض المحتويات كلها، وبعد كده هحط شوية شوية في المفرمة. بصراحة بتطلع حلوة. انا جربتها بالفول المدشوش وده بالحمص، يعني في الشام بيعملوها بالحمص عادي، في السودان بيعملوها بالحمص، في مصر بيعملوها بالفول المدشوش. يعني انا كنت اول مره اعملها في الفيديو كان بالفول المدشوش وعجبتني، فما لقيتش فول مدشوش فقلت اعملها بالحمص. فادي كده هقعد افرم. انا اديتها 3 وشاش بصراحه لغايه لما تنعم. طبعا الخضره لسه مش نازله، فانا كنت بتاخد شويه شويه، فهعديها 3 وشاش عشان تبقى ناعمه حلوه. تمام، هي هتطلع كميه طبعا كيلو كتير، فانا فرست حطيته في اكياس، طلع معاي 5 اكياس. يعني انا حتى في اكياس عبيتها لاني مثلا لو حد حازم ولا كده فهطلع الكيس الكبير. ففي اكياس حطيت على قد يعني البيت، يعني على قد ما انت تحبي الكمية بتاعت الاكياس. ممكن تطلع الكيلو يطلع لك اكتر من 5 اكياس، بس انا زي ما قلت لك عشان في ناس حازمهم وكده هعمل طعمية وفي حبايب حديهم، فعشان كده عبيت الاكياس. فالمهم ادوني 5 اكياس، خير وبركة. لسه عندي باقي الحمص، ما اظنش هعمل طعمية لان خلاص العيد قرب. فاضل كل سنة وانتم طيبين، فاضل 3 اسابيع وبعد كده العيد. وبعد كده هنبتدي نجهز حاجات التفريزات للعيد، بفتيك، بانيه، وعمل معاكم كبيبة ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر. فادي كده زي ما قلت لك 5 ولا 6 اكياس. انا كده طلعت كيس، حطيت فيه كزبرة وكمون وفلفل ابيض، ولما عندكيش فلفل ابيض مش مشكلة، انا حطيت فلفل شكله اسود، وملح وبيكربونات الصودا، وممكن تحطي باكينج باودر وسمسم بالطريقة دي لو تحبي. وهقلب كويس وتشوف الملح محتاجة ملح ولا لا. فانا معايا دي اشتريتها فقلت اجرب فيها، طلعت الطعمية حلوة. ممكن تعمليها بايدك عادي يعني. فهجيب الطاسة، وبعد ما الزيت يسخن هوطي النار على نار متوسطة، وزي ما شايفة كده هي بس بالملعقة ما بتنزلش الا تنزليها بالملعقة، فتخلي بالك عشان ما الزيت ما يحرقكيش. وكل شوية، مش كل شوية يعني، كل 2 4 5 وحدات كده من الطعمية روحي حطي في المية عشان ايه ما تلزقش معاك. ادي كده الطعمية زي ما شايفة طلعت حلوة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لغاية لما تيجي فيديو جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.